اهلا بيكم سنة 5 ابتدائي، ومعانا النهاردة فيديو ال50 سؤال على تالت درس عندنا في الوحدة التانية بعنوان العمارة والفنون في بلدنا. وما تنساش بعد ما تشوف معانا الأسئلة دي هتلاقيني سايب لك لينك تحت الفيديو على طول علشان تحمل منه الأسئلة وتطبعها براحتك. ويلا بينا نشوف الأسئلة بتاعتنا بتقول ايه. اول سؤال عندنا سؤال صح وغلط، وبيقول لي رقم 1: برع المصريون القدماء في جميع الفنون المعمارية والهندسية، يعني اجدادنا كانوا شاطرين جدا في المباني حتى المباني الهندسية. اقول له طبعا صح. طب رقم 2: توصل العلماء الى معرفة كيف تم بناء الهرم الاكبر، يعني العلماء بتوعنا الوقت عارفين الهرم الاكبر اتبنى ازاي. اقول لك طبعا غلط، لحد النهاردة محدش يعرف الهرم الاكبر اتبنى ازاي. طب رقم 3: بنى المصري القديم المقابر من الطوب اللبن للحفاظ على جسد المتوفى. اقول له غلط، اقول له المصري القديم بنى المقابر من الحجارة مش من الطوب اللبن علشان يحافظ على جسد المتوفى. طب رقم 4: شيد المصريون حصن بوهين لتأمين حدود مصر الجنوبية. اقول له صح، حصن بوهين كان على حدود مصر الجنوبية وبالتالي هيأمن حدودنا الجنوبية. رقم 5: استخدم المصريون القدماء أرض الوادي لبناء المقابر بعيدا عن الفيضان. أقول له غلط، أجدادنا بنوا المقابر في الصحراء علشان تبقى بعيدة عن الفيضان مش في أرض الوادي. طب رقم 6: تعد مسلة حتشبسوت في معابد الكرنك من أشهر المسلات المصرية. طبعا صح. طب رقم 7: بنى المصري القديم معابد الآلهة ومنها معبد حتشبسوت، يعني معبد حتشبسوت ده من معابد الآلهة التي كانت تقام بها الطقوس اليومية للآلهة، يعني بيصلوا فيها كل يوم للآلهة. أقول له غلط، معبد حتشبسوت ده من المعابد الجنائزية اللي كانوا بيعملوا فيها طقوس الجنازة للملك. أما بقى معابد الآلهة كان معبد اسمه معبد الأقصر. طب رقم 8: اختلفت مساحة المنازل وعدد الحجرات وزخارفها باختلاف طبقات المجتمع، يعني كان عندنا أشكال كتيرة جدا من المنازل. أقول له طبعا صح، كان عندنا قصر الفرعون، وكان عندنا منازل الوزراء وكبار الكهنة وحكام الأقاليم، وكمان كان عندنا منازل العمال، وبالتالي اختلفت المنازل طبقا لاختلاف طبقات المجتمع. طب رقم 9: بدأت المرحلة الأولى لبناء المقابر قديما من عدة مصاطب. أقول له غلط، أول مرحلة في المقابر كانت مصطبة واحدة، بعد كده عدة مصاطب اللي هو هرم مدرج زي هرم الملك زوسر، بعد كده هرم كامل زي أهرامات الجيزة الثلاثة. طيب عندي رقم ب بيقول لي صوب ما تحته خط. اول حاجة بني حصن بوهين على حدود مصر الغربية، وجايب لي خط تحت كلمة الغربية. اقول له لا، حصن بوهين اتبنى على حدود مصر الجنوبية مش الغربية. طب رقم 2: يعد معبد الأقصر من المعابد الجنائزية، وجايب لي خط تحت كلمة المعابد الجنائزية. معبد الأقصر من معابد ايه؟ اقول له لا، ده من معابد الآلهة مش من المعابد الجنائزية. المعابد الجنائزية زي معبد الملكة حتشبسوت. طب رقم 3: بنى المصريون القدماء منازلهم من الطوب الأحمر، وجايب لي خط تحت الأحمر. أقول له لا، من الطوب اللبن مش من الطوب الأحمر. طب رقم 4: المقابر هي مباني أنشأها المصريون لحماية البلاد وتأمين سكن للجنود، وجايب لي خط تحت المقابر. أقول له لا طبعا، هنشيل المقابر ونحط الحصون. الحصون هي مباني أنشأها المصريون لحماية البلاد وتأمين سكن للجنود. تاني سؤال عندنا سؤال اختياري، وأول حاجة عندنا رقم 1 بيقول لي بنى المصريون القدماء منازلهم من إيه؟ على طول طبعا من الطوب اللبن. طب رقم 2: بنى المصري القديم نقط لأغراض دينية. ايه اللي المصري القديم بناه كان معمول لأغراض دينية؟ هل الحصون؟ لا، ده لحماية البلاد وتأمين سكن للجنود. طب المعابد؟ هي المعابد معمولة لأغراض دينية، سواء كانت المعابد الجنائزية أو معابد الآلهة. النوعين دول من المعابد معمولين لأغراض ايه؟ لأغراض دينية. طيب يلا بينا ندخل على ثالث سؤال عندنا في الاختياري، وبيقول لي الطبقة التي تميزت منازلهم بالبساطة وتكونت من طابق أو طابقين.
طبقة مين؟ اقول له على طول العمال. المنازل بتاعتهم كانت بتتميز بالبساطة، واما بتتكون من طابق واحد او طابقين. طيب رقم 4، منزل كبير متعدد الحجرات وبه مخازن للحبوب. هذا الوصف المنزل مين؟ اللي انت بتوصفه ده المنزل الكبير واللي فيه مخازن للحبوب كان منازل مين فاكر؟ الوزراء وكبار الكهنة وكمان حكام الأقاليم. طب جايب لي هنا مين؟ جايب لي الوزير اهو، يبقى اختارها على طول. طب رقم 5، يقع حصن بوهين على الحدود المصرية ايه؟ ما انا فاكر حصن بوهين موجود تحت، يعني على الحدود الجنوبية، يبقى هختار جنوبا. طب رقم 6، معبد شيد من اجل اقامة طقوس الجنازة على الملك، هو معبد مين؟ من الاخر كده عايزك تقول لي معبد من المعابد الجنائزية، واحنا عارفين ان من المعابد الجنائزية معبد مين؟ معبد حتشبسوت، اللي كان بيتعمل فيه طقوس الجنازة على الملك لما يموت. طب رقم 7 بيقول لي احد المعابد التي كان يقام بها الطقوس اليومية للآلهة هو معبد مين؟ قول لي معبد من معابد الآلهة، اقول له على طول معبد الأقصر. طب رقم 8، احد الآثار التي تعبر عن براعة المصريين في نحت التماثيل هو مين؟ اقول له طبعا عندنا تمثال ابو الهول وتمثال الكاتب المصري، دول من اكتر التماثيل اللي بتعبر عن براعة المصري القديم في فن النحت، وهو جايب لي هنا في الاختياري ابو الهول، يبقى اختاره على طول. طب رقم 9، ساعد على حفظ رسوم ونقوش المصريين القدماء حتى وقتنا الحالي ايه الحاجة اللي خلت الرسومات والنقوشات بنفس الوانها لحد دلوقتي؟ اقول له على طول مناخ مصر. مناخ مصر لا هو حر قوي ولا هو برد قوي، وبالتالي مناخ مصر ساعد على ان الرسوم والنقوشات اللي كانت موجودة على جدران المقابر والمعابد تفضل موجودة بالوانها وبشكلها الجميل لحد النهاردة. طيب رقم 10، يدل بناء الاهرامات على براعة المصري القديم على علم ايه؟ اقول لك بناء الاهرامات دي عمارة. طب العمارة ديت كده اي مباني وخلاص؟ لا، ده مباني هندسية اجدادنا استخدموا فيها علم الفلك، وكانوا شاطرين جدا جدا في تحديد حاجات مهمة جدا في بناء الاهرامات. يبقى يدل بناء الاهرامات على براعة المصري القديم في علم ايه؟ اقول له على طول الفلك. طب رقم 11 بيقول لي يعد الهرم الأكبر دليلا على عبقرية المصري القديم في مجال إيه؟ أقول له طبعا في مجال العمارة، لأن الهرم الأكبر ده في الأول وفي الآخر مبنى، يبقى بيدل على براعة المصري القديم في إيه؟ في العمارة. طيب بالنسبة لثالث سؤال عندنا بيقول لي اكتب تفسيرا واحدا. رقم 1، اختلاف شكل المنازل في مصر قديما، يعني قول لي ايه السبب ان مش كل المنازل في مصر القديمة حاجة واحدة وشكل واحد؟ اقول له بسبب اختلاف طبقات المجتمع. بسبب ايه؟ بسبب اختلاف طبقات المجتمع، عندي اكتر من طبقة في المجتمع، وبالتالي عندي اشكال كتيرة للمنازل، عندي قصر الملك، وعندي منازل الوزراء وكبار الكهنة وحكام الاقاليم، وعندي منازل العمال. طب رقم 2، أهمية المباني العسكرية اللي هي الحصون عند المصريين القدماء. إيه أهمية المباني العسكرية أو إيه أهمية الحصون أصلا؟ أقول له حماية البلاد والدفاع عنها وتأمين سكن للجنود. إيه؟ حماية البلاد والدفاع عنها وتأمين سكن للجنود، هي دي أهمية المباني العسكرية اللي هي الحصون. طب رقم 3، أهمية فن الرسم عند المصريين القدماء. ليه الرسم ده كان حاجة مهمة؟ أقول له لأنهم عبروا به عن الأحداث السياسية والاجتماعية والعسكرية والدينية وكمان الأنشطة الاقتصادية، يعني كل حاجة بتحصل لهم كانوا بيعبروا عنها بالرسومات دي. يبقى كل الأحداث السياسية والاجتماعية والعسكرية والدينية والأنشطة الاقتصادية هتلاقيها فين؟ هلاقيها في الرسومات اللي أجدادنا رسموها على جدران المقابر والمعابد. يبقى دي أهمية فن الرسم عند المصريين القدماء، عبروا بيها عن الأحداث السياسية والاجتماعية والعسكرية والدينية والأنشطة الاقتصادية. طيب ندخل على رابع سؤال عندي في بما تفسر، وبيقول لي تسمية المعابد الجنائزية بهذا الاسم. ليه انت قلت على بعض المعابد اسم المعابد الجنائزية؟ أقول له لأنها تقام بها طقوس الجنازة للملك. طقوس الجنازة، أيوة علشان كده سمتها المعابد الجنائزية. طيب رقم 5، خصص المصريين القدماء أرض الصحراء غرب نهر النيل لبناء المقابر. يعني ليه أجدادنا اختاروا أرض الصحراء علشان يبنوا فيها المقابر؟ أقول له لتكون بعيدة عن الفيضان. لتكون إيه؟ لتكون بعيدة عن الفيضان، علشان تبقى بعيدة عن الفيضان اللي نهر النيل بيجيبه كل سنة وممكن يبوظ المقابر بتاعتهم، علشان كده بنوا المقابر فين؟ في الصحراء. طيب بيقول لك بنى المصريون القدماء
المقابر من الحجر ليه؟ اقول له للحفاظ على جسد المتوفى. لإيه؟ للحفاظ على جسد المتوفى وحمايته من اللصوص. طيب بيقول لي الرسومات والألوان على جدران المعابد ما زالت زاهية حتى الآن. ليه الرسومات والألوان لسه زي ما هي لحد دلوقتي؟ أقول له بسبب مناخ مصر. بسبب إيه؟ بسبب مناخ مصر. طب آخر سؤال عندي في بما تفسر بيقول لي بناء المصريين القدماء للمسلات، ليه أجدادنا كانوا بيبنوا مسلات؟ أقول له علشان حاجتين: لتزيين مداخل المعابد، بتتحط قدام المعبد علشان تزين المدخل بتاعه، يبقى لتزيين مداخل المعابد، وتخليد ذكرى الملك. الملك كان بيعمل المسلات من ديت علشان الناس تقول ان الملك ده هو اللي عمل المسلة، وبالتالي بيخلد ذكراه. يبقى لتزيين مداخل المعابد وتخليد ذكرى الملك. طيب بيقول لك قارن بين المعابد الجنائزية ومعابد الآلهة من حيث الغرض منها. يعني المعابد الجنائزية بيتعمل فيها ايه ومعابد الآلهة بيتعمل فيها ايه؟ اقول له المعابد الجنائزية تقام بها طقوس الجنازة للملك زي معبد حتشبسوت، أما معابد الآلهة ده تقام بها الطقوس اليومية للآلهة زي معبد الأقصر. وبكده نكون خلصنا أسئلتنا على تالت درس عندنا. ما تنساش تنزل تحت الفيديو علشان تحمل الأسئلة دي وتطبعها. تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحاتو.